السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسات فوزية. اليوم جبت لكم وصفة سهلة بزاف وزيد اقتصادية، ما فيهاش حليب، ما فيهاش ياغورت ولا البن. يعني اللي عنده حساسية من الحليب ومشتقاته هذه الوصفة ليك. وقبل ما نبداو الوصفة من فضلكم لايك للفيديو وتعليق شباب إذا عجبتكم الوصفة. وبسم الله نبداو. هنا نحتاج بيضتين يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش باردين، يعني تكونوا جبدتوهم من قبل. راح تضيفوا لهم كوب سكر، تزيدوا لهم كاس سكر. انا هنا كان عندي فرد كاس كيلت بيه وحطيت في هذا الصحن. هنا تقدروا تخلطوا بيديكم كيما تقدروا تخلطوا بالباتور. انا هنا حتى فوي ما عنديش، يعني باش ناتلكم تقدروا ديروها بأبسط طرق. درت قاعدة نخلط غير بالفرشيطة. تحاولوا تخلطوا مليح تذوبوا هذاك السكر، وتزيدوا هنا كاس غير ربع تاع زبدة وشوية زيت. زيدوا قدر كيما نقولوا 3 مغارف زيت. راح تضيفوهم بالتدريج وتخلطوا. هنا تضيفوا بالتدريج. هاد المرحلة مهمة جدا باه من بعد ما تجيكمش الكيكة مزيتة. وهنا السر اللي يخليها خفيفة وتجي بزاف هشيشة، كاس تاع ما مغلي كيما قلنا بنفس الكاس تغليو الماء مليح وتضيفوه بشوية وتقعدوا تخلطوا. تضيفوا الماء السخون بالتدريج وتخلطوا. كل مرحلة لازم تخلطوها مليح. أنا كيما قلت لكم إذا خلطوها يدويا، إذا بالباتير هاو يبيض الخليط تحبسوا. هنا المقطع راح لي كي زدنا 3 ملاعق كاكاو يكون نوعية جيدة. هنا راح نزيد أيضا كوب تاع فرينة تكونوا غربلتوه. هنا راح تضيفوا الكوب الأول وتزيدوا معاه كيس ونصف خميرة. صدقوني الكيكة هذه راح تجيكم روعة خفيفة تهبل. إذا جربتوها راح تعودوا ديما تعتمدوها، تخليوا الوصفة تكملوا وتعتمدوا هذه الوصفة. ديجا اقتصادية، فيهاش بزاف مكونات، وما فيهاش الحليب كما قلت لكم. اللي عندهم حساسية من الحليب ومشتقاته يعني راح توالمكم بزاف. كما قلت لكم هنا زدنا كاس تاع فرينة مغربلة، وزدنا له كيس ونص خميرة كيميائية، ورشة الملح هذيك هاي لازمة باش تعدل المذاق وتعطينا توازن هكذا في المذاق، متجيناش الحاجة صامتة. وهنا زدت نصف كوب، يعني نحتاج كوب ونص فرينة. راح يجينا القوام كما راكم تشوفوا، ما خفيف ما ثقيل. هنا راح تكون الكيكة بزاف مليحة. هنا راح نزيدو السر الثاني اللي هو ملعقة تاع خل. في الاخر خلاص كي تكملوا تخلطوا كل شيء راح تزيدوا ملعقة كبيرة تاع خل، ابيض ولا احمر ما يهمش. هنايا كملنا الوصفة تاعنا. راح تجيبوا بلاطو يكون مفرش بورق زبدة. هذا البلاطو يكون 24 على 22، يعني بلاطو يكون ماهوش كبير بزاف. راح تحطوا فيه الخليط كما راكم تشوفوا. الخليط تاعو ماهو ثقيل ماهو خفيف. هذا هو القوام اللي يخلي الكيكة تاعنا راح تجي خفيفة. راح تخبطوا المول تاعكم باه يكون الوجه مستوي، ما تكونش جهة طالعة على جهة. وهنا طيبت الكيكة تاعي في فرن مسخن على 160 درجة. كما تعرفوا كيكات تاع الكاكاو ما يطيبوش مدة طويلة، ربع ساعة تكفي. وهنا راح نديرو كلاصاج تاع شيكولا. عندكم طابلة تاع شيكولا تزيدوا لها 5 مغارف زيت هكا باه تكون كيما نقولوا طرية. كي تاكلوها تجيكم طرية ما تجيش يابسة، تعطيكم وجه شباب يبان لكم كلاصي، مي كي تاكلوها حتلقاوها طرية ما تجيكمش يابسة. هنا الشيكولا تقدروا تزيدوا على هاد الكمية، اذا حبيتوا طبقة شوي خشينة تقدروا تزيدوا شي، لازم تزيدوا شوية الزيت كما قلت لكم باه تجيكم طرية. راح ديروها على الوجه كامل وتسويوه، بعد تحطوها في المجمد تحكم روحها. وبعدها راح تقصوا الجوانب وتقصوها على الشكل اللي تحبوا، مربعات ولا معينات ولا مستطيلات كيما تحبوا. هنا برك سخنوا الموس، شوفوا كيما انا من هنا تكسرت لي. سخنوا الموس وقطعوا بهكذا ما تكسر لكم الشيكولا. انا ديجا خرجناها من الكونجيلاتور عليها درت لنا هاد الشوك وتكسرت، ولكن بعد كي تاكلوها راح تجيكم طرية تجي هايلة. كملنا الوصفة تاعنا كما راكم تشوفوا جات بزاف مليحة. شتو ما بقات فيها منها حتى حبة.
شتا عجبتهم قراف بنينة و خفيفة. دوك نقسم معاكم هاد الحبة و تشوفوا. هاي الصورة توضح واش راني نقول. كيما قلتلكم ديجا الولاد يموتوا على حاجة تاع الشوكولا. ما ننصحكم ديروا هاد الوصفة، راح تعتمدوها بإذن الله. وفي الأخير ما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.